رجعنا لكم من جديد من مونديال القدس بنسختها الأولى. مدرب فريق الصمود، أهلا وسهلا بك كابتن وسام. أكثر حبيبي، حياك الله، أهلا وسهلا بكم وبالحضور، حياكم الله. كابتن، حدثنا عن تشكيلتك لهذا اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لتشكيلة فريق الصمود راح يكون بحراسة المرمى محمد عبد الرضا، في خط الدفاع الأربعة المتواجدين حيدر شفات، باقر حسين، أحمد عبد الرضا، ومحمد داخل. راح يكون بخط الوسط عباس راجي ومحسن علي هادي وسلام محمد وحيدر عطية. راح يكون بخط الهجوم علي جبار وميثم حمزة. هاي تشكيلة فريق الصمود لهذا اليوم. يعني خطتك من بداية هجومية إن شاء الله، عازمين على الفوز إن شاء الله. كل التوفيق لكم إن شاء الله. حبيبي الغالي، حياك الله. شكرا جزيلا. أهلا وسهلا بكم. السلام عليكم أعزائي المشاهدين، من هنا من مونديال القدس بالنسخة الأولى. نرحب بضيوف الحلقة لهذا اليوم. سيد خالد أهلا وسهلا بك كابتن. كابتن محمود أهلا وسهلا بك. كابتن عمار أهلا وسهلا بك. كابتن نزار أهلا وسهلا بك. اليوم استوديو تحليل لمباراة فريق الصمود ضد فريق الأنوار. أهلا وسهلا مرة ثانية. نبدي بكابتن خالد، شلون شفت أداء الشوط الأول؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا كانت بداية الشوط الأول فريقين متحفظين، فريقين متخوفين شوية، بس بدأ رتم المباراة يعني المستوى يصعد، اللاعبين أكثر انتشارا، طبعا مع أفضلية الانتشار واللعب التكتيكي لفريق الأنوار، إضافة إلى فريق الصمود يعني يمتلك من الحلول الفردية اللي هو لاعب 12 على جهة اليسار لفريق الصمود. ونتمنى بالشوط الثاني أن تكون لمسة واضحة للمدربين ويتغير اللعب يكون للمستوى المطلوب وتكون يعني النتيجة أهداف ولعب جميل. كابتن محمود، شلون شفت أداء الشوط الأول؟ والله مباراة جميلة طبعا مناسبة الفريقين إن شاء الله. كان المستوى يعني واضح للفريقين، وتقدم فريق الأنوار بركلة جزاء نتيجة 1-0. يعني نقدر لكن 1-0 ان شاء الله نشوف اداء اكثر من هذا الشوط الاول في الشوط الثاني ان شاء الله. كابتن نزار، شلون شفت اداء الشوط الاول؟ طبعا متوسط الاداء، لانه كثره الاعتراضات على قرارات الحكم، وهذا الشيء يعني لازم نحد. كل فريق لازم يتحفظ، لانه الشوط الاول شوط اللاعبين، الشوط الثاني شوط المدربين. شفنا قرارات الحكم يعني قرارات صحيحه، وخاصه ركله الجزاء طبعا. يعني انا شخصيا قريب على الحاله يعني جزاء صحيح. قرار الحكم يعني بدون مساعده المساعد الخط اتخذ قرار صحيح. تمام. كابتن خالد، هل كان التدخل على لاعب الصمود في الدقيقة 20 جزاء؟ طبعا وكان تدخل قوي فعلا، بس صعب تندق جزاء، وخصوصا اللاعب ما تدخل بالرجل، يعني تدخل بالجسم، يعني اعتبرها صعبة تندق جزاء. يعني كان موفق الكابتن علي عبود حكم المباراة. إضافة إلى أنه الجانب التكتيكي الصمود يعني عليهم أن يستغلون الركلات الثابتة باعتبار لاعبينهم يمتازون بالقامة الطويلة، إضافة إلى أنه يستغلون اللاعب رقم 12 بالمهارات الفردية. والأنوار مثل ما قلت لك انتشار أكثر، تنظيم أكثر، لمسات أكثر. كابتن محمود. كابتن عمار، بالنسبة لي أنا يعني الحالة بالضبط ما شاهدتها، بس بكل الأحوال إن كانت صحيحة وإن كانت يعني إن كان بها شك شوية، احنا نقدر يعني الحكم شوي نعطيه مجال، باعتبار هو لا ديش التقنيه اللي عندنا، لا ذاك التخطيط مثلا، يعني ملعب شويه ترابيه، ان شاء الله نامل بالمستقبل يكون ثيل ان شاء الله بجهود الطيبين ان شاء الله. كابتن نزار، ان شاء الله قرار صحيح ان شاء الله. قرار صحيح؟ انا بعيد عن الحاله، بعيد عن بس ناهيك يعني عن حكم ساحه علي عبود، يعني من حكام الاوائل، واللي قرار ما يتخذ قرار عن قرار. كابتن خالد، الدقيقة 28 صحيح علي أنوار جزاء أم لا؟ تدخل مال قبل الجزاء كان اكو تدخل.
قبل الجزاء ما قبل الجزاء. الجزاء اللي هي للانوار لا قبل الجزاء ما منتبه يعني. ما منتبه له. ما منتبه له. زين الجزاء صحيحه للانوار؟ الجزاء صحيح لان الحارس اعترض اللاعب بدون لمسه. الحاله اللي قبل الجزاء مو جزاء. مو جزاء. ما ذاك هو. كان شخصين ورا المرمى مال فريق الصمود. زين كابتن شو تتوقع الصمود يغير بالشوط الثاني؟ يعود للمباراة؟ اكيد اكو حلول عند المدربين وعندهم يعني لاعبين عناصر اثنين او ثلاثه جيدين اللي هم 12 مثل ما قال كابتن خالد، وهذا اللاعب الاسمر يعني هو خوش لاعب مهاري. ان شاء الله نشوف شوط افضل من الشوط الاول. كابتن محمود شو تتوقع نهاية المباراة؟ والله نهايه المباراه انا اقول لك احنا دائما الفرق الشعبيه مستوانا الشوط الثاني يتراجع يعني بعض الشيء باعتبار احنا اللياقه البدنيه وتنخفض شوي عند اللاعب. ان شاء الله يعني نشوف مباراه اجمل من الشوط الاول ان شاء الله. كابتن خالد شلون شفت اداء البطولة لحد الان؟ البطولة أداءها كلش رائع وكلش رائع، خصوصا يعني اللعبات كانت قوية، رتم عالي، تحكيم جيد. إلا هذه اللعبة يعني ننتظر الشوط الثاني تكون لعبة ممتازة، وإلا باقي اللعبات يعني جدا ممتعة ولعبات بها تكتيك مدربين، بها لمسة مدربين، بها لمسة لاعبين يعني على مستوى عالي، وإن شاء الله بطولة تليق باسم ناحية القادسية وتليق بالفرق اللي مشاركة. إلى هنا ننهي استوديو تحليل لهذا اليوم. شكرا جزيلا كابتن خالد، شكرا جزيلا كابتن محمود، كابتن نزار شكرا جزيلا. كلمة أخيرة. طبعا كل الشكر والتقدير للاستوديو وللمخرج والمقدم البرامج، يعني هاي خطوة نحسبها يعني خطوة تقدم ببطولاتنا، لأنه ضفتوا شيء على بطولاتنا السابقة. خدام احنا. سيد خالد كلمة أخيرة. طبعا كل الشكر والتقدير لك وللجميع ان شاء الله. ودائما انت يعني مبدع بالافكار جديده على البطولات، وخصوصا هذا الشيء الاستوديو التحليلي، او حتى اذا كان مقتطفات تحليليه هي تضيف ثقافه للاعبين والمدربين، فضروري تستمر بالفرق الشعبيه حتى اولا يكون يعني ثقافه ثانيه، وبعد تعكس الجانب الفني للمدرب. اللاعبين يشوفون الاخطاء من خلال التحليل، مو شرط تصير مهمه على المدرب، ففكره جدا مهمه، وان شاء الله يعني اتمنى تتطور وتتوسع. على راسي. شكرا جزيلا كابتن عمار لك والاخ حسين، طبعا فكره جديده وان شاء الله نكهه البطولات القادمه ان شاء الله. شكرا لفريق القدس على هذا المونديال، وان شاء الله القادم افضل. شكرا للجنه الحكام كذلك اللي هم الجهود المبذوله من عندهم. شكرا جزيلا لكم جميعا. شكرا جزيلا. الى اللقاء.